ينتظر يبحث عن التمريرة. اهتزت شباك حراس المرمى بكثرة في الجولة الأولى لدوري فيفا لكرة القدم، حيث شهدت الجولة تسجيل 7 فرق ل17 هدفا في المباريات الخمسة التي لعبت في هذه المرحلة، بينما اكتفت فرق الرفاع والشباب والنجمة بتهديد مرمى المنافس والوصول لأكثر من مرة إلى منطقة الجزاء. وكان فريق الحد صاحب النصيب الأكبر من الأهداف في هذه الجولة بعد أن تمكن من تسجيل 4 أهداف في شباك فريق البحرين، تناوب على تسجيلها المحترف النيجيري عبد الحفيظ عبد السلام والبرازيلي فاغنر. يتقاسم ثنائي الحد صدارة ترتيب الهدافين. ومن جهة أخرى كان هدف عبد الله جناحي لاعب البحرين أكثر الأهداف إثارة للجدل، خاصة وأنه استخدم يده لإدخال الكرة عنوة للشباك، فيما كان أكثر الأهداف قوة وجمالا هدف اللاعب سامي الحسيني لاعب البسيتين في شباك فريق النجمة. هذا ورفض محمود العجيمي حارس النجمة تسجيل مزيدا من الأهداف في هذه الجولة التي انتهت مبارياتها من دون أي تعادل. عيسى قالب تسديده، يا سلام على